مفيش أخبار عن الراجل الغلبان؟ هذا المشهد لم يستغرق سوى بضع ثواني ليتحول إلى عاصفة على الإنترنت. انتشر الفيديو كالنار في الهشيم، ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات التي تتغذى بالبراءة والرحمة، وصيحات الإعجاب التي حولت الطفلة إلى بطلة قومية ورمز للإنسانية. كل شيء بدأ مثاليا، بل أكثر من مثالي. ولكن مهلا، هل تساءل أحدكم بجدية أين ذهب الرجل من كل هذه القصة؟ هل انتهى وجوده بمجرد انتهاء الفيديو؟ والأهم من كل ذلك، لماذا يتبنى مجتمع بأكمله قصة شخص ويتجاهل قصة الآخر؟ هذا السؤال يلي لم يجرؤ أحد على طرحه. يعني أخاف أنه ميزانية الإنتاج ما بتسمح ببطولتين مثلا. أو إذا سألنا سؤال، ماذا لو كان هناك وجه آخر للقصة؟ المؤامرة الإعلانية مثلا. ماذا لو كانت القصة كلها مجرد خداع؟ لنعد بذاكرتنا إلى ذلك اليوم، لكن هذه المرة من وراء الكواليس. ماذا لو كان هناك في غرفة اجتماعات أنيقة كان فريق تسويق تابع لشركة كبرى لمواد غذائية مثلا يخطط لكل شيء؟ يعني لم يكن الفيديو صدفة، بل كان حملة إعلانية مدروسة بكل تفاصيلها. الطفل بمظهر بريء، والراجل المسن الذي يمثل شريحة من المجتمع، شخصية عاطفية تم اختيارهما بعناية فائقة. الفيديو كان مجرد المرحلة الأولى. في اليوم التالي وفي قمة انتشار الفيديو، قامت الشركة بإطلاق منتجها الجديد، شيبس الطفلة هايدي البطلة، مع صورة الطفلة على الغلاف. لقد استغلوا مشاعر الملايين وعواطفهم تجاه الخير ليحققوا مبيعات خيالية. لم يكن الهدف هو مساعدة الفقراء، بل كان استخدام الفقير كجسر للوصول إلى جيوب المستهلكين. لقد حولوا الرحمة إلى سلعة والعطاء إلى أداة تسويقية. وهكذا تحولت القصة الإنسانية إلى قصة نجاح تجاري، تارك وراءها أسئلة كبيرة حول أخلاقيات الإعلام والتسويق في عصر الترند. ما فعلته الطفلة هو بلا شك نابع من أنقى صورة الخير. إنها الرحمة الفطرية التي لا تعرف حسابات. ولكن هناك تظهر أولى علامات الاستفهام. هل كانت هذه اللحظة العفوية هي التي شدت انتباهنا حقا، أم أننا كنا نبحث عن لقطة مثالية نستهلكها ونشعر من خلالها بالرضا عن أنفسنا؟ عندما ننظر بعمق نجد أن هذه اللقطة تحولت من فعل إنساني إلى منتج إعلامي. بدأت وسائل الإعلام تتسابق للحصول على تصريحات من والدة الطفل. كل قناة أرادت جزء من كعكة هذا الترند. وهنا يأتي السؤال المحوري: هل احتفينا بالفعل لأننا شعرنا بالرحمة تجاه الرجل، أم لأننا أحببنا صورة الطفلة التي تعكس أفضل ما فينا حتى لو كانت هذه الصورة غير مكتملة؟ لقد أصبحنا نعيش في عالم يقدر صورة الخير أكثر من جوهر الخير. إنها ظاهرة غريبة، حيث تستهلك القصص الإنسانية مثلها مثل أي منتج آخر على رفوف المتاجر الرقمية. لكن فما يختبئ تحت هذا السطح أكثر إثارة للجدل. المهم إنه عملنا فولو للطفل وكتبنا له أحسنتي في التعليقات، وبكده نكون قضينا على الفقر والموضوع انتهى. يلا نشوف حد تاني. بعد ساعات من انتشار الفيديو بدأت القصة تأخذ منحنى آخر. المقابلات التلفزيونية، التكريمات والدعوات من شخصيات عامة. تحولت الطفلة من إنسانة إلى رمز وطني. هذا الانتقال السريع يكشف عن جانب مظلم من ثقافات السوشيال ميديا. إننا نعيش في عصر اقتصاد الترند، حيث تستهلك المشاعر بسرعة ويتم التخلص منها بنفس السرعة. لكن ما العلاقة بين هذا المشهد وقصص أخرى تشبهه؟ تذكرون فيديو العامل البسيط اللي يحمل حقيبة مليئة بالعملات؟ تتذكرون سائق التاكسي الذي أعاد أموالا طائلة لركاب؟ هل لاحظتم كيف أن هذه القصص تظهر وتختفي بنفس السرعة؟ هي مش صدفة، إنها دورة استهلاك تمنحنا شعورا لحظيا بالدفء دون أن تدفعنا إلى تغيير حقيقي في الواقع. إنها تشبه تماما تناول وجبة سريعة لذيذة للحظات، لكنها لا تغذي الجسد. نحن نستهلك هذه القصص، نغرد، نعجب بها، بس الفيديوهات اللي بتدوم هي إعلانات الشامبو، مش قصص الناس الغلابة. الترندات الإنسانية صلاحيتها قصيرة زي صلاحية منتجات الألبان. طيب أين ذهب الرجل في كل هذه المعادلة؟ تم التعامل معه كأنه مجرد أداة درامية. هو ديكور
لقصة البطلة ولا أحد سأل عن اسمه، ولا أحد سأل، ولا أحد بحث عن قصته. هل هو مجرد فقير في الشارع أم كان أبا لأيتام؟ وما الذي أوصلوا إلى هذا الحال؟ بدل من أن نتحرك لمساعدة هذا الرجل أو لمساعدة أمثاله، تركنا تركيزنا كلياته على الطفل الصغير. وطبعا أن نحن ما ننكر جوهر اللي عملته الطفلة، وكأنها بهال5 جنيه هذه قد أنهت قصة الفقر في العالم. هل يمكن أن تكون هذه هي الحقيقة الصادمة؟ أننا نحب أبطالنا الصغار لأنهم يريحون ضمائرنا من مواجهة المشاكل الكبرى؟ هذا الرجل الذي رأيناه بالفيديو هو ليس مجرد شخصية عابرة، إنه يمثل آلاف القصص المنسية، إنه يمثل الفقر الذي لا ينتهي بانتهاء الترند، إنه يمثل الجوع الذي لا يملأه لا لايك ولا مشاركة. لقد أصبح رمزا للقصص التي نرفض أن ننظر إليها مباشرة. الراجل كان ديكور في القصة، يعني بس الفرق أنه ديكور بياكل. تخيلوا لو كان لا شكرا أنا مش بحتاج 5 جنيه، أنا بحاجة شغل، كان هيبوظ الترند كله. طبعا الممثل لازم يلتزم بالنص. لماذا نفعل هذا؟ لماذا نحب الاحتفاء بالمشهد دون أن نتحرك لإنهاء المأساة؟ هل نحن حقا نحب الرحمة أم أننا نحب صورة الرحمة التي ننشرها على حساباتنا؟ لقد أصبحنا نحب بوست العطاء أكثر من فعل العطاء نفسه. لقد استهلكنا المعاناة كمنتج عاطفي على السوشيال ميديا، وهذا ليس مجرد تحليل اجتماعي، بل هو سؤال وجودي. هل السوشيال ميديا تستهلك إنسانيتنا بدلا من أن تنميها؟ هذا المشهد بكل ما فيه من براءة كشف عن نفاق اجتماعي كبير. نحن نصفق للرمز بينما نغض الطرف عن الأصل. إنها مثل أن نعجب بصورة جميلة لشجرة بينما لا نزرع بذرة واحدة. أي حد فينا بيشوف الفيديو بيحس إنه خلاص عمل اللي عليه وبيروح يطلب ديليفري بأضعاف 5 جنيه. هذه القصة ليست مجرد حكاية عابرة، بل هي مرآة لنا جميعا. الطفلة أعطتنا القدوة التي تذكرنا بأن الخير يبدأ بخطوة صغيرة، والمجتمع أعطانا المرآة التي تكشف نفاقنا وازدواجية معاييرنا. لقد فضحنا هذا المشهد أمام أنفسنا. والرجل الفقير أعطانا النداء الحقيقي، نداء يقول أن المساعدة ليست ترند يظهر ويختفي، بل هي حاجة يومية ومستمرة. لماذا لا نترجم هذا المشهد المؤثر إلى فعل؟ لنبدأ بمبادرات صغيرة وفعالة بعيدا عن الأضواء، يعني فلندعم حملات الدعم للفقراء والمحتاجين، طبعا ليس من أجل الصور والمتابعات، بل لإنهاء واجب إنساني وديني. لنتخيل عالما حيث يخصص كل مطعم وجبة يومية لمحتاج، أو حيث تقوم المبادرات المجتمعية بستر الأسر المتعففة دون إعلام أو تكريم. هذا هو جوهر الرحمة، وهو ما علمتنا إياه الآية الكريمة: وأما السائل فلا تنهر.